بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احبتي في الله، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بقالي فترة كده منزلتش فيديوهات لظروف صحية، والحمد لله على كل شيء. جايلكم بقى النهاردة بفيديو جديد، وصفة جديدة هتعتمديها، وان شاء الله لو جربتيها الوصفة الجميلة دي، بص مش هتبطلي ان انت تعتمديها ليكي ولأولادك ولكل اللي حواليك. الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا وجميلة جدا جدا جدا، مفيدة قوي. والناس اللي هي عندها نقص في الحديد، والناس اللي هي عندها أنيميا، والناس اللي هي دايما وشوشهم صفرة وإيديهم تلاقيها صفرة كده من نقص الحديد ونقص ونسبة الأنيميا الكتيرة اللي عندهم. الوصفة دي هتعملوها، يعني مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها من جمالها. ولما تجربيها كده هتشوفي كده وشك كده مورد، وخدودك كده حمرة كده ايه، ولونها زي الورد كده انتي واولادك. بصراحة من جمال الوصفة دي مش هتبطلي ان انت تعمليها تاني. زي ما انتم شايفين كده، ومعايا اهو، معايا بقى كمية كده من البلح. زي ما انتم شايفين البلح اللي هو ايه، البلح بنقول عليه البلح الكبيس. البلح الكبيس غير البلح العجوة. العجوة دي اللي هي بتبقى مطحونة ومحطوط فيها سمسم، اللي احنا بنحطها ايه، بتبقى جايه ايه مطحونة ومفرومة، بنحطها في القرص وبنحطها في في كعب الغزال وفي المعجونات والحاجات اللي زي دي. اما بلح الكبيس زي ما انتم شايفينه كده، بتبقى البلحه زي ما هي، وبيبقى مكبوس او مضغوط كده ومحطوط فيه نسبه عسل او نسبه سكر. زي ما انتم شايفين كده بيتباع مع الايه، الناس اللي بيبيعوه مع العجوه. احنا عندنا بنقول عليه اللي هي البلحه اللي بحالها دي بنقول عليه بلح كبيس. اما اللي هو المفروم اللي هو المخلي من البذره او النقع اللي فيه، بنقول عليه حجوه. فمعايا كميه كده من الايه، من البلح الكبيس زي ما انتم شايفين كده. تقدري بقى تجيبي الكميه اللي انت عايزاها، تعملي نص كيلو، تعملي كيلو، على قد الافراد الاسره اللي انت اللي هياكلوا الوصفه دي. الوصفة دي أنا كنت بعملها وأنا حامل كده في أولادي في أيام الحمل. بصراحة أيام الحمل كان زي ما انتوا عارفين بتبقى كلها ضعف بقى، وهبوط ونقص بقى في الكالسيوم، ونقص في الفيتامينات، ودايما الواحدة بيبقى عندها أنيميا والكلام ده كله بسبب الحمل، وبسبب إن الجنين بيسحب كل الإيه، الغذاء أو المكونات اللي انت تاخديها من إيه، من جسمك، بياخدها ليه هو كده. فكنت معتمداها دايما في ايه، في حملي في اولادي وكده. وكنت ما شاء الله يعني ايه، ما كنتش بحتاج لايه، لادويه ولا دكاتره ولا كلام من ده، الحمد لله. إيه، معايا كميه من البلح زي ما انتم شايفين اهو، وفصصته وخدت من شلت منه البذره، وشلت منه اللي هي حته القمع اللي فوق، اللي بتبقى في اول البلحه من فوق دي. إيه، علشان لما نيجي ناكله بقى يبقى سهل وكده، وما يبقاش في حاجه كده ايه تنزل تحت دروسنا، وتبقى حاجه معوقات وكده. فصصت البلح بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت طاسه كده حطيتها على النار. لو الطاسه بتاعتك فيها نقطه ميه ولا حاجه، لازم تنشفيها الاول كويس قوي. وبعد كده بقى بنجيب معلقه من الزبده او مكعبين من الزبده. تقدري تحطي سمنه بلدي، تقدري تحطي زبده صفراء او زبده فلاحي الموجوده عندك. انا الزبده بتاعتي علشان كنت حاطاها في الفريزر، بطلعها وبسيبها على الهادي كده على نار هاديه لحد ما ايه، ما تسيح معايا. لو اول مره بقى تشوفي قناتي، اعملي لايك واشتراك فضلا وليس امرا. اعملي لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. زي ما انتم شايفين الزبده بتاعتي اهي بدات تسيح على الهادي كده. بعد كده بقى هننزل عليها بالبلح الكبيس بتاعنا. وطبعا لازم يكون على نار هادية علشان ايه، الزبدة بتاعتك ما تتحرقش، وعلشان كمان الكبيس بتاعنا ما ايه، ما يتحرقش، لانه لو اتحرق هيطلع ريحة شياط كده وريحة مش كويسة معانا. بمعلقة كده خشب او بمعلقة معدن على حسب ما انت بقى ايه هتستعملي. وبنرفعه شوية كده من على النار، وبنقلب بالمعلقة بتاعتنا الكبيس بتاعنا كده، بنخليه ياخد من السمنة او من الزيت، او من لا مش هنحط زيت، الوصفة دي ما نحطلهاش زيت يا جماعة. يفضل ان انت تحط فيها ايه، يا اي حاجة من اللي هي ايه، سمنة بلدي، زبدة. الحاجات ديت بتدي ايه طعم وريحة حلو قوي للوصفة دي، اكتر من الزيت. البلح زي ما انتم عارفين بيبقى فيه كله حديد ما شاء الله، ومفيد جدا للناس اللي هي خاصة ان هم مرضى الكبد ومرضى القلب والحاجات اللي زي دي. يا جماعة مفيد جدا جدا الناس اللي هي عندها الكبد. ربنا يشفي كل مريض يا رب. لو تاكلي كده كل يوم 3 حبايات او 5 حبات، ويفضل ان انت لما تاكلي بالعدد الوتر، لان بيقولوا ان هو يعني ايه، بيبقى فيه يعني حاجة كده ربانية. لما بتاكلي عدد وتر بيبقى مفيد جدا، وبيبقى حلو قوي قوي، وخاصة للناس اللي هي مرضى الكبد.
زي ما انتم شايفين كده. ومش شرط مرضى الكبد برضو، زي ما قلنا اللي عندهم انيميا واللي عندهم نقص في الحديد بيبقى حلو جدا لو اعتمدت الوصفة دي، مش هتبطليها بصراحة. على نار هادية كده بنقلب الكبيس بتاعنا في الزبدة لحد ما ما يطرى زي ما انتم شايفين كده. ولازم النار تبقى هادية قوي علشان ما يتحرقش منك ويطلع ريحة مش كويس. بعد كده بقى بكون مجهزة عندي كده بيض. آه، البيض بتاعنا ممكن تبقى حطي بقى كمية اللي انت عايزاها، تحطي بيضتين، تحطي 3، تحطي 4. انا كان عندي كده 4 بيضات. زي ما انتم شايفين كده بعد ما سوينا البلح بتاعنا اهو واستوى بسرعة خالص بالزبدة بتاعتنا، بنعمل كده بقى زي حفرات كده، او بنحط اماكن كده في في النص بالمعلقة علشان بننزل بالبيض بتاعنا. والبيض بتاعنا يفضل ان هو يكون بيض بلدي، لان البيض البلدي بتبقى يعني ريحته كويسة شوية، وبيبقى كمان يعني القيمة الغذائية اللي فيه بتبقى اكتر واعلى من القيمة الغذائية اللي موجودة في البيض اللي احنا بنشتريه من بره. حطيت البيض بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده، وطبعا النار بتاعتي لازم تكون هاديه. في الحاله دي بقى ممكن تضيفي وانت بتعملي البلح بتاعنا، ممكن تحطي شويه مثلا سوداني، تحطي اي مكسرات موجوده عندك، تحطي شويه سمسم، اي حاجه انت حابه تزودي بيها القيمه بتاعتك ممكن تحطي، مش عايزه تحطي. فهو كويس جدا كده. انا كنت بعمله بالطريقه دي. حطيت البيض بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده. هو المفروض ان انا مش بعمله بالمعلقه كده بس، علشان يعني البلح كله يكون طايله بيض وكده. انا كنت بزود كميه البيض الاول، بس الوقت عشان البيض بقى يعني غالي وكده فمش حاطه بيض كتير. زي ما انتم شايفين كده البيض بتاعنا اهو يعني قيمة غذائية عالية قوي، بروتين بقى مع كالسيوم مع البلح بتاعنا كله حديد وحاجة كده. يعني بصي يعني مش هتحتاجي بقى لا الحديد ولا الفيتامينات عالية ولا كلام من ده. اعتمد الوصفة دي وهتغنيك عن اي حاجة. هتشوفي بقى بعد كده وشك عامل ازاي، لا هتشوفي بقى صفار ولا كلام من ده. حلوة جدا الوصفة دي للأنيميا والناس اللي هم مرضى الكبد. البيض بتاعي حطيته بقى على نار هادية كده، وهديت عليه النار. سبته قيمة 10 دقايق بس كده، وغطيت عليه علشان البيض يستوي من فوق ومن تحت. وبقى بالشكل ده كده بتجيبي بقى عيش، ويفضل ان هو يكون عيش اسمر يا جماعة، ما تستعملوش العيش الابيض، لان العيش الابيض بيبقى كله دقيق كده ومبقاش صحي. لو عجبتك الوصفة اعمل لايك واشتراك، وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من